أهلا بيكم يا جماعة وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا لينا كلنا، وهو إزاي نصوم رمضان صيام صحيح ومقبول بإذن الله. هنقدم دليل عملي كده بسيط ومختصر لأهم الأحكام اللي محتاجين نعرفها. طيب السؤال اللي دايما بيجي في بالنا كلنا واللي هو أساس كلامنا النهاردة، إزاي نصوم صح؟ إزاي نضمن إن صيامنا مقبول؟ عشان نجاوب على السؤال ده هنمشي مع بعض في 3 محطات أساسية. هنتكلم الأول عن أساسيات الصيام، وبعدين هنشوف مين اللي ربنا سبحانه وتعالى رخص لهم يفطروا، وفي الآخر ودي نقطة مهمة قوي، هنعرف إيه هي الحاجات اللي بتبطل الصيام. يلا بينا نبتدي على طول بأول قسم معانا، أساسيات الصيام. وطبعا لما نقول أساسيات يبقى لازم نتكلم عن أهم وجبتين في يومنا الرمضاني: السحور والإفطار. أول حاجة السحور. ناس كتير بتفتكر إن اللي يفوت السحور صيامه باطل. لا خالص. السحور ده سنة مؤكدة ومستحبة، يعني فيها بركة وثواب كبير، لكنه مش فرض. يعني لو نمت وصحيت على الأذان صيامك صحيح 100%.